هذا هو المنتخب العراقي في كأس آسيا 2007 اللي صار في ماليزيا. طبعا المنتخب العراقي أول ما وصل إلى ماليزيا وراح على الفندق اتفاجأ إنه أكو بس 8 غرف متاحة للمنتخب كامل. طبعا الموضوع أخذ ساعات كلش هواية من الفندق على مود يرتب لهم الموضوع إنه يفرغ لهم غرف على مود تكفي المنتخب العراقي كامل. هواي لاعبين خسروا ناس من عائلتهم، هواي لاعبين ما متدربين كرة قدم صار لهم أكثر من سنة، ولكن كل هذا نسوه على مود يركزون على كأس آسيا 2007. غير عن هذا كله وغير عن المشاكل اللي صارت ب 2007 اجانا مدرب للمنتخب العراقي صار له شهرين بس. تخيل انت تعين مدرب قبل شهرين من بطولة كأس آسيا. اول صدمة صارت في كأس آسيا 2007 العراق فاز على استراليا. المنتخب الاسترالي كان المرشح رقم 1 انه يفوز كأس آسيا 2007 لان استراليا كل لاعبينهم كانوا بالدوري الانجليزي وكانوا لاعبين محترفين، اكيد على عكس اللاعبين العراقيين اللي حتى تدريبات ما كانوا يتدربون قبل البطولة. وهمنا طلعوا لنا 3 ابطال عراقيين اصليين، واحد منهم سني وواحد منهم شيعي وواحد منهم كردي، ولأول مرة يتوحدون هذول الطوائف ثلاثتهم بمنتخب واحد ويصيرون ايد واحدة. كرة القدم بهذا الجيل حرفيا وحدت العراق اكثر من اي فترة كانت. النصف نهائي صارت مفاجآت، فزنا على كوريا الجنوبية اللي كانت هي مات المرشح انها تفوز بكأس آسيا، فزنا عليهم ضربات الجزاء ولكن اللاعبين تدمروا نفسيا. بنفس الوقت قصفوا الجماهير العراقية اللي كانت تتفرج على اللعبة بالقهاوي الشعبية وبالشوارع. يعني المباراة النهائية ضد المنتخب السعودي وبرأسية يونس محمود على الدقيقة 73 جاب لنا لقب كأس آسيا 2007، وهاي حرفيا كانت أغلى بطولة ياخذها المنتخب العراقي. رغم الحرب ورغم القصف ورغم الطائفية اللي كانت ب 2007 يقول لك هدف يونس محمود هو أول مرة يخلي الشعب العراقي كله يتوحد وكلياتهم يفرحون فرحة واحدة. فحرفيا كأس آسيا 2007 اللي فاز به المنتخب العراقي والله مستحيل يتكرر بتاريخ كرة القدم كلها، خصوصا إن يونس محمود هو اللي رفع كأس آسيا ب 2007.